هذه وقفة تضامنية مع جهاز الشرطة البلدية. الناس كلها راضيين الوقفة هذه على إثر حادثة صارت اليوم في سوق الأسبوع في جمال. الشرطة البلدية قاعدة تخدم في الواجب بتاعها، كل في الأمر أنه حجز بضاعة غير صالحة للاستهلاك قاعدة تباع في السوق الأسبوعي في جمال. فبالتالي المواطن لو قالوا الحجز عنف رئيس مركز الشرطة البلدية وهدد بحرق نفسه، وأنا وبالتالي بالنسبة للوقفة هذه احنا راهو نحبوا المصلحة العامة تاع البلاد، احنا نلوجوا على راحة المواطن، لكن زاد فما قانون في البلاد اللي هو يحمي الناس الكل، ولا هو معناتها باش يسبب لنا الرفاه ويحسن لنا عيش المواطن في البلاد، واحنا ملتزمين به الناس الكل. يعطيك الصحة برافو. البدو الاول تو من الصيف، في الصيف ناصب ولدي في السوق غادي كاين في السوق الاسبوعي هذا فرج سي فرج ناصب في السوق الاسبوعي وعنده حوت غالي كيما الحوت هذا. جاو عملوا له في عوض معناها يلم حوته ويطبق فليسات وكذا وشنو يحطوا له المنوط في يديه، والمركز او رئيس المركز بتاع الشرطه يشهد ذلك ويهزوه ويخلوا له حوته مفرغ في المكان. في المارشي في السوق الاسبوعي في السوق الاسبوعي اللي وقعت فيه الواقع معناها المره هذه. كيف معناها الحق رئيس المركز قالوا هذا شبيه ولا هذا جابه مسلسل ضرب عمل عركه سرق خطف، قالوا لا شبيه، قالوا ناصب يبيع في الحوت والسوق، قالوا واش جريمه هذه؟ فكروا للرئيس المركز معناها حلوا يديه وقالوا برجع يخدم روحك. كيف رجع؟ اش يلقى تقريبا 300 دينار معناها نقصت من الحوت هذاك. الانتوراج اللي ثم في السوق قال له هذا عمل روحه يعاون فيه يبيع ويحط في جيبه. كيف جاي معناها ربع الحوت ما لقاش. لازم خساره 300 دينار، لازم زادوا برصه هو ب 60 دينار اخرين. خطيه فهمت؟ معناها 360 دينار. خاطر انتصاب فوضى على خاطر حاسبينه مش انتصاب فوضى، هذا سوق اسبوع يا شيخ. ايوه مش هو ناصب في انتصاب، هذا سوق اسبوع فيه كل شيء ومش موجود كان في جمال. الحكايه هذه موجوده في الانتوراج نتاع ولايه المسير الكل. نمشيو لزرمدين تلقاوهم ناصبين بالحوت، نمشيو للمقرين تلقاوهم ناصبين بالحوت، نمشيو لقصر هلال تلقاوهم ناصبين بالحوت. في ولايه المسير نفسها نهار 30 المدينه في الولايه معناها في المدينه نهار 30 يسكر الاسبوع معناها السوق الاسبوعي السوق المارشي بتاعهم نعم تلقاهم ناصبين فهمت ولا ناصبين برا في الشارع فهمت. اجي شوف فماش تركينه ما تلقاش فيها فهمت ولا معناها نصبه. الرمبونات مستعمره، الوحود المادات اللي معناها مستعمله للمشي والجاي باش يمشي عليها مستعمره. نجيو للباركينج بتاع السيارات مستعمره فهمت. مراه كان هو مش مراه كان هو المره هذه وقعد من بعد اللي ينصب هو وغيره ونبوا عليه قداش مره ما مش كان عليه هو عايش خويا مش نبوا عليه هو برك تو كان نبوا عليه هو برك وحده. يعني ميساج نبوا على الجماعه الكل، ولكن الجماعه الكل تمشي ترجع تنصب ويخليوهم ويتسامحوا معاهم. ومره فهمت انا بقول لهم المازن وكل مره ما لها حسابها فهمت. المره هذه بالذات على كلام العون اللي مش حاضر ما مرتش مشي قال مشي نبه عليه قال نبهت عليه. انت نبهت عليه لا تحجز له في حوت، هو احجز له الميزان تحجز له الميزان فهمت الله. والحوت هذاك وقت اللي باش يحجزوا له انا ندرى انا نعرف حجان الحوت يجيب على يدين طريقه طبيب بيطري. ما جاوش جماعه الصحه؟ ما جاوش جماعه الصحه قالوا جاي جماعه الصحه. لا ما جا ما مشاولوش. اللي كان الحوت يطلع منتن ولا جيفه ولا كذا انا عندي ميزات عندي معناها الاوراق الكيتانسات ولا شاري بهم او ميزانات عندي. والحوت ما يخرج الا باش تصحى من شو اسمه من البرد بطبيعه الحال. وحوت حي نتاع نهار حوت حي نتاع نهار معناها فهمت الله. وحوت غالي شاري ب1,120 دينار فهمت. تصور انت معناها هذا يفكون الراجل وقع فيه السيره خاف معناها. والحوت معناها مش بالكريدي مش بالحاضر فهمت معناها وقت الطفل صغير وطايش وكذا شكل يظهر الوقت هذاك ماشي في باله ساير الحوت فك هو حاشاك بليس فهمت. وقت الوقت شرا بدون ليسانس وطلع فوق السياره هذه اللي فيها الحوت وصب على روحه ليسانس ولا معناها مدعين عليه كونه صب ليسانس على السياره. انت وقت تصب على روحك ليسانس ما جابت القاعه هذا هو فوق السياره ما هبط السياره بطبيعته. والاعوان موجوده كي نقول لك كي النمل انا كيف حضرت ثاني نلقى ولدي صب على روحه ليسانس ولا هو فك له البريكيه باش معناها نقضوا باش ما شعلش روحه ما شعلش الكهرباء فهمت. وحاولت اني باش نفك ودي ما نهبطوا من الكهرباء وهبطته
جبدته وهبطته ولكن فلت مني ما جبتوش يعني زاد ركبت معناها فوق الكرم مره اخرى وبدا برا معناها بدا يعيط هكاك هاتوا لي بريكيه هاتوا لي بريكيه وحب يحرق روحه ويشاطي وغادي يجي خوه معناها حضرت اخواته وجبدوا خوه وهربوا معناها برا مشي معناها حب يبردوا دمه طلعوا من المرشاه وطلعوا من هدوا برا مشي قال له مشي بالدبش وهو مرة وجاء على اساس باش نحاول كيفاش نشوفوا هاك الحوت هذاك نردوه ولا كذا هاك الوقت هذاك هو بالغل انا ابليس راكبه حاجه استلبس شنو نعمل له انا معناها انسان مبني على الدم فهمت معناها دخل فيه حمل هالشرطي هذا فهمت ولا معناها باش يضربوا فهمت برك هو فكته العباء اش تمشي معناها المحضر ايش يقول انا فهمت الله معناها البوليس صب على الشرطي هذا العون الامن الليسانس وحب يحرق فرج معناها صب وقت اللي هو حمله بطبيعه الحال هو دبش مبلول بالليسانس هو الريحه مش تقع قال شو معناها الريحه معناها موجوده هنا الريحه وقت اللي حمله هذا يبين ايش قال وهذا كل الناس كل كانت تشهد بذلك فما مش فما خلق ربي كله وعوان امنين فما انفسهم هذيك هي فهمت هذا اللي صار وعدوا هالقضيه وطلعوا محزوز قال لي يا اخوي نتسامح في حق شكون هذا؟ هذا ياسين عون قال لي يا اخوي نتسامح هذا اللي صار واللي كان يحب ينظموا هما معناهم كان اول ما يبداوا ينظموا محيط المرشاه المرشاه هذايا والجرده اللي قدام المرشاه والجرده اللي ورا المرشاه ولا اللي عاملوها ورا المرشاه هذيك من ثاني كانت محطه ثم الكل تعرف محطه تاع تاكسيات وبتاع لوجات وبتاع كار فهمت هو علاش ما يصبش في المارشي فرج؟ يا ودي ما فماش لا بيوع لا فما لا بيوع المرشاه هذايا قلت لك اغتالوه تعرف اغتياله عام تاج وقع من عام 84 اللي يجي ينقص فيه شويه اللي يجي ينقص فيه شويه توا مات سيفيني ما عادش لا فيه لا بيع لا شراء ويعرفوه الامنيين والبلديه والمواطنين وبالرب الكل يعرف ان المارشي ما فيش لا خرج ولا فيه لا بيع ولا شيء احنا نمشيو تو للمارشي تو نلقاو كانت فيه 25 خضار و12 ززار ولا 14 ززار اليوم فيه زوز خضاره وثلاثه ولا اربع ززاره وكانت هذه الثارمه هذه تعج نتاع الاسماك هذه هود السمك هذا اللي كان فيه كانت تعج بالبياعه وبالمواطنين المارشي هذاك كان يشع في اشعاع عظيم ياسر في تونس معناها تصور يجيو من تونس ياخذوه منه فهمت بداو يضيقوا عليه الخناق الباركينغ اللي قدامه وسعوا في الجرده وجابوا له زوز برارك واحده باتيسري واحده فهمت الله معناها مرسري ولاو يبيعوا في الغله وحايزين شطر الكياس ومبطحينهم منه خلاو بلاصه زوز كره جاي فيهم واحد يبيع فك المواد بتاع ليبيا هذيك البيل والقصص الوافر وكل حسابات وكلاسات وكذا وشنو شطرها باستعمروا وشطرها يرفع الزكوامن يجي كاميون بسباس ولا يجي كاميون برتقال ولا هو يقعد فم يبيع معناها حتى باش تهبط انت معناها سلعتك ما تلقاش الباركينغ اللي كان باركينغ وسعوا به للجرده فهمت وضيقوا الكياس ما مره نتاع سياره ولا زوز ووسعوا للقهوه تراس من هيك فهمت معناها وطالبناها البلديه هذه نفسها كيف عطاتها المقاول عطات المارشيه المقاول على اساس باش تحسن وتوسع فيه. انت من قبل تنصب فيها حاجه؟ انا من قبل. قبل كانت دوره واحده وكانت عرضها تقريبا 70 ولا 80 سم وكانت فيه سيشمه وكانت فيه اضواء كيف حسنوه تحسينات في وقعت ولا 120 علو فهمت؟ واحد مبلح بالماء استنى دونك الماء يعود يصلب البرة ولا يصلب انت كان الفلاح متروح مبلول كان البرة كيف كان غشير صغير ما يجيبش على الحوت والحوت مشنوق في السماء باه هكاك زيد يحذفوا منه سيشمه كانت فيه تو فماش برشا حوت ما غير سيشمه ندوروا معناها المارشيات الكل ماهوش مهيئ معناها المارشي ماهوش مهيئ اللي يخلي ما بقات الحد ماهوش مهيئ وهذا طلبناه فيه لا ماء لا ضوء طلبناهم بالضوء جابوا لنا عملوا زوز لمبات من تاي في قبل المارشي ويشعلوهم وقت اللي كيما نقولوها كي تجي خارج انت بروح في الليل يشعلوا للمارشي عاملينهم للمارشي في الليل كيف ترى سكر المارشي هذوك زوز لمبات يشعلوه كون المارشي معناها هونيش هذاك علاش ما فماش خدمه وما فماش هي الخدمه ميته بطبيعتها معناها سرحوا الاحوال في كل بلاصه سرحوا الكرارس في كل بلاصه العطار ايش يبيع الخضره
والغله والليسانس والدخان والخبز والحليب ومشتقاته والعطري. وين نمشوا اي عطار بيجمع. احوال الدجاج موجوده في كل بلاصه. فهمت؟ ايش اللي قعدت فيه مرشد؟ شو اللي قعدت فيه؟ قعدوا 4 قباقب كيف يعني. معناها احنا الفس نتاعنا هو سوق الاسبوعي. كيف نخدموا سوق الاسبوع نصوروا في 40 50 دينار هذيك معناها مصروفنا الاسبوع كامل. تصور انت حوات في العهد هذايا الحوات تشري بالمليارات في الحوت. واحنا نبداو نذيبوا في سوق بلبه وهو مش ياسن علينا معناها نبداو نذيلوا كيفاك الطالب نتاع سيدي مهر تقول له قايد يخزر يكش عليك الهبار خاطر يسقط مول ال10 مول ال20 معناها احنا ولينا من اضعف الناس من اضعف الناس من اضعف الناس واحنا سبانه ما فماش. تصور انت فهمت الله معناها نقدر نحطك في طاره بالمربوح وطارتين بالخساره نولي نخير النوم ما نخيرش يخسر عليك نخير نرقد خويا الله مني انا نقول اني في عمري انا كبرت الذراري واشترى على الرسائل مازال لي هو الحمد لله واحد اخر هو يعاون في الفرله هذاك انت وانت الشباب هذاك شنو مستقبله؟ حقه شنو مستقبله الشباب هذاك؟ انت معناها هذا قداش عمره فرجو قداش عمره؟ 23 عام وصلوا العمليه الانتحاريه فهمت؟ وصل الانسان معناها وصلوا العمليه الانتحاريه يطلع مجرم من الحبس باش يقتل روحه احنا خايفين يطلع ليش مجرم انا خايف على ودي كيما قلت انا خايف خويا يطلع ليش مجرم انا عاشر لي مجرمين يولي مجرم واللي يطلع لي مش خايف داعش زاد فهمت انا ولد في موقف حرج برك سبحان الله انا السجن تو مخلط فيه الدواعش وفيه بسم الله المجرمين وهذا انسان نظيف وتبعوا سيرته وشوفوا سيرته انا بايا مناضل هو متهمين وفرج قال لك معناها قدم معاون الامن لا قدم ولا حتى شيء فما بينه وفما كل شيء عندنا كل شيء عندنا بينه كل شيء بينه سمعناه في الراديونات وفي اي هذا اول كيما حبوا الناس خدمه الله هذا خدم تصور واحد شنو قال واحد معناها بائع سمك اقدم على حرق عون امن وتحكم عليه ب10 سنوات. معناها كل حد شيء اول وكل حد فكره امني لو حرق شهاد قلت لا جابوهم وجادوا بالحق الشهاد ولا حساب انا حتى الشهاده اللي جابهم هو على حاسب قالوا لي هما معناها قالوا احنا ما لناش قيدنا ماني في البينه هذوك لا انبصر انت يا خويا ايش كلمه حق اللي كان عمل قول عملنا مانيش خايف انا معناها قول عمل له يستاهل وخليه ياخذ جزاء فهمت واللي كان ما عملش علاش تعملوا في حاجه ما عملتهاش.